في الجو ده كلنا بنميل للحلويات اللي تكون ساقعة كده، تبقى منعشة وترطب على القلب، تكون سكرها مش عالي قوي ومتاخدش اي وقت في التحضير عشان ما نقفش في المطبخ كتير. فالنهارده هنعمل مع بعض الكيكة الحلوة دي. طريقتها ومكوناتها بسيطة جدا، سكرها خفيف وكمان هي نفسها خفيفة، ما تاكلوها ما تحسوش بتقل. عشان نعملها هنحتاج اي بسكوت سادة، اي بسكوت شاي سادة هينفع للوصفة دي. هنحتاج كمان حوالي نص كوباية من اللبن يكون بدرجة حرارة الغرفة. هنغطس البسكوت في اللبن بالشكل ده ونرصه في الصينية. الصينية اللي انا مستخدماها مقاس 25 في 35، ممكن نستخدم كمان صينية اصغر من كده شوية. احنا بنحتاج نعمل طبقتين من البسكوت، يعني بنرص طبقة في الاول وبعد كده بنرص عليها طبقة تانية على طول. انا استخدمت بسكوت اولكر واستخدمت تقريبا 8 عبوات من البسكوت. كده بعد ما رصيت الصينية هسيبها بقى على جنب وابدأ احضر الطبقة التانية. الطبقة التانية عبارة عن 3 كوبايات من اللبن، هنضيف عليهم نص كوباية من النشا وكمان نص كوباية من السكر. هنقلبهم كويس قوي مع بعض على البارد لغاية ما السكر يدوب والنشا كمان يدوب، وبعد كده هرفعهم على النار. الحرارة بتاعة البوتاجاز تبقى متوسطة ونفضل نقلب في الخليط بتاعنا ده على طول لغاية ما نحس ان هو بدأ يتقل بالشكل ده. اول ما يتقل هنضيف عليه علبة من القشطة، بتديله طعم طبعا خرافي. لكن لو القشطة دي مش متوفرة بتاعة العلب، ممكن نضيف 3 معالق كبار من القشطة اللي هي بتاعة وش اللبن او من عند اللبان. ممكن كمان نضيف ربع كوباية من الكريم شانتيه الباودر ونضيف معلقة من الزبدة. يعني ممكن نضيف اي بدايل عندنا، ممكن كمان نضيف شوية من الشوكولاتة البيضاء لو نحب. وقبل ما نطفي عليها بنضيف معلقه صغيره ممسوحه كده من الفانيليا، ونقلب فيها لغايه ما تاخد غلوتين، واحنا بنقلب على طول عشان ما تلزقش في الحله. وهي سخنه على طول بنحطها في الصينيه على البسكوت اللي احنا كنا محضرينه قبل كده. مهم قوي ان احنا ننزلها على البسكوت على طول وهي سخنه، لان لو سيبناها بردت شويه هتتجمد كده في الحله ومش هنعرف نفردها طبقه حلوه بالشكل ده. نظبط الكريمه كويس في الصينيه بالشكل ده ونخليها على جنب لغايه ما تبرد تماما قبل ما نضيف عليها الطبقه الثالثه. ممكن في المرحله دي لو تحبوا والكريمه لسه دافيه تضيفوا اي فواكه، موز او فراوله او قطع من البسكوت قبل ما تضيفوا الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه هي عباره عن طبقه الجيلي. احنا هنحتاج كوبايه ونص من الميه السخنه جدا، ميه بتغلي، انتوا شايفين البخار بتاعها طالع ازاي، وهندوب فيها باكوين من جيلي الفراوله. طبعا ممكن تستخدموا اي حاجه، بس طبعا جيلي الفراوله هو اشهر حاجه واكتر حاجه طعمها لذيذ يعني في الوصفه. هنقلب كويس جدا لغايه ما الجيلي ما يدوب تماما، ما يبقاش فيه اي سكر او اي حبيبات. وبعد ما ندوبه تماما هنضيف كمان كوبايه ونص من الميه الساقعه. فكده الإجمالي 3 كوبايات من المية ضفناهم على 2 باكو من الجيلي. الباكو الواحد وزنه 70 جرام، عشان في حاجات تانية بيبقى وزنها مختلف، فلا اللي انا مستخدماها دي وزن 70 جرام الباكو الواحد. وخدوا بالكم انتوا لو بصيتوا على الباكو بتاع الجيلي من ورا هتلاقوا مكتوب انه يستخدم كوبايتين من المية لكل باكو. انا مستخدمة كوباية ونص بس، وانا قصده كده عشان طبقة الجيلي تبقى متماسكة، لما نقطعها كده تبقى عاملة زي قطعة الجاتوه المتماسكة، ما تبقاش يعني سايحة كده شوية. شلت انا شويه الريم اللي موجودين من فوق، وبعد كده هنسيب الجيلي لغايه ما يبرد تماما قبل ما نضيفه على طبقه الكريمه. وطبعا طبقه الكريمه كانت بردت تماما قبل ما نضيف الجيلي. وبرده واحنا بنضيفه كده على معلقه او اي حاجه وسيطه عشان ما ينزلش على طول على الكريمه، وممكن ان هو يعمل فيها فتحات او انه ينزل لتحت. الطريقه دي تضمن ان الطبقات كلها تفضل يعني واضحة، ما تبقاش داخلة في بعضها. وبعد ما نخلص كل الكمية بالشكل ده هندخلها التلاجة. طبعا بتقعد على الأقل مثلا بتاع 6 ساعات 8 ساعات قبل ما نقطعها، أو لغاية ما الجيلي ما يتماسك كويس. هي كل ما بتقعد في التلاجة بتبقى متماسكة أكتر. يعني أنا عملتها بصراحة قبلها بيوم وقطعتها تاني يوم. وده شكلها بقى بعد ما جمدت. هنبدأ بقى نقطعها وناكلها ونستمتع بيها. مهم قوي ان احنا نطلعها من التلاجة وقت الاكل على طول، لان احنا لو طلعناها قبلها بمدة الطبقات هتبقى مش متماسكة قوي. شايفين بقى لما نطلع بقى القطعة كده هتلاقوها 3 طبقات كده، شكلها لذيذ قوي. الطبقة بتاعة الجيلي والطبقة بتاعة المهلبية وطبقة البسكوت من تحت، لذيذة جدا جدا. وطبعا عشان ساقعة قوي فكل قطمة بجد تحسوا ان هي داخلة كده ترطب على القلب وتنعشكوا كده. عايزه اقول لكم بقى ان الاولاد هيعشقوا الوصفه دي، لان هم بيحبوا المهلبيه والجيلي، فبالنسبه لهم دي 2 في 1. يلا جربوا الوصفه وابعتوا لي صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.